السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك النادي الأهلي النهارده الفوز على يانج أفريكانز 1-0، ومتصدر أول مجموعة في دوري أبطال إفريقيا. ما انتظرش نتائج حد، ولكن النادي الأهلي النهارده فوزه خلى تصدره للمجموعة كأول مجموعة في دوري أبطال إفريقيا. كولر نجم روتيشن، كولر نجم المباراة، كولر نجم الفترة دي، كولر نجم البطولات، كولر كل حاجة. ليه؟ كولر بيعمل روتيشن بشكل كبير جدا. كولر بيعمل روتيشن وبيحط اللعيبه في منافسه قويه جدا جدا طول الوقت. حتى الروتيشن بتاعه جابي، حتى الراجل ما بيشتغلش عشوائي، بالعكس بيدي فرص متكافئه لبعض الناس وبعض اللعيبه. كولر بيحقق نتائج حتى مع البطولات. كولر بيحقق نتائج هاديه متزنه. راجل بيتعامل مع اداره النادي الاهلي بشكل متزن وبشكل مثقف، وراجل هادي وبياخد قرارات بهدوء. تعامله مع الاداره هادي، مفيش مشاكل، الدنيا جميله، بيأدي اداء ولا اروع. كولر نجم المباراه ونجم كل مباراه. النادي الاهلي النهارده قدم اداء برضه، مش هنقول المباراه اللي هي الممتعه، ولكن النادي الاهلي برضه بالنسبه لنا هو حقق التارجت اللي هو كان محتاجه. طيب، رغم غياب الشناوي ورغم غياب كهربا ورغم غياب ديانج، ودي طبعا مجموعه كبيره جدا من سكواد النادي الاهلي، لكن سكواد النادي الاهلي ما بيتاثرش بحد. ليه؟ لان الراجل بذكائه دايما بيعمل المنافسه بينه وبين اللاعب، بيعمل منافسه بين اللاعبين. طيب، النهارده ايجابيات النادي الاهلي في مصطفى شوبير يعني كرابع مباراه له النهارده بالتالق الهايل ده. هي المشكله كلها ان موديست، يعني هو مشكله المباراه النهارده النادي الاهلي ما بيلعبش طبعا، مش شايفين جمل في الملعب، لكن هو خد اللي هو عايزه من المباراه. ولكن مشكله الراجل بس ان هو قناعته زياده بموديست، لان موديست برضه مش هو احسن حاجه، ما بيقدمش الاداء اللي هو مطلوب منه كراجل استرايكر النادي الاهلي. وفي وجود وسام ابو علي طبعا ما ينفعش يبقى موديست في الملعب، لان وسام ابو علي راجل مقاتل اكتر على الكوره، عنده سرعات كبيره جدا، عنده مستوى كبير جدا. فانا شايف من وجهه نظري طول ما وسام ابو علي موجود ما ينفعش يبدا بموديست. عايز تديله بتحبه اديله برضه بعض الفترات، لكن ما ينفعش تقتنع قناعتك بالراجل انك تبدا بيه مباراه وتلعبه الوقت الكبير ده كله. وجود وسام ابو علي، سرعات، سن صغير، قوه، فيجن، قتال على الكوره، الراجل عنده امكانيات كبيره جدا، وبان في الماتش اللي فات. فالنادي الاهلي ماشي بشكل جميل جدا، بيحقق التارجت اللي هو عايزه. كولر نجم روتيشن، يعني راجل النهارده مخلي لعيبه النادي الاهلي كلها فايقه، مدي اللعيبه كلها حقها. بيريح لعيبه عشان ياخدها في مباراه تانية، بيدي اللعيبه بتلاقيها في نفس القوه. السكواد ما بيتاثرش بحد، فطبعا ده شيء من كولر عظيم جدا. ان شاء الله باذن الله بقى طبعا مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر ان شاء الله يوم الجمعه. يعني هنشوف مين اللي هيفوز ان شاء الله باذن الله. اي استفسار ان شاء الله باذن الله هنتظر منكم ان انتم برضه تكتبوا لي، وان شاء الله باذن الله اطلع ارد عليه بنفسي ان شاء الله. مبروك النادي الاهلي، مبروك تصدروا اول مجموعه. مبروك لاداره النادي الاهلي، مبروك للاعيب النادي الاهلي، مبروك لمستر كولر اللي بيقدم اداء ولا اروع ولا اروع مع النادي الاهلي. شكرا، السلام عليكم.